ازيكم؟ النهارده جينا الفيديو قصير جديد. الفيديو النهارده هيتكلم هل الشخص اللي انت هتحطه في بالك دلوقتي في الفيديو ده ندمان على خسارتك، هل ندمان على فراقك او ندمان على خسارتك ولا لا؟ هل الشخص اللي انت حطيته في بالك دلوقتي في الفيديو ده ندمان على الخسارة بتاعتك ولا لا؟ الناس اللي دخلت على الفيديو ده، هل الشخص اللي انت حطيته في بالك ده شخص ندمان على فراقك او ندمان على الخسارة بتاعتك ولا لا؟ الحقيقة ان الشخص ده طالع في الفايف اوف كاب. الشخص ده ايوه حاسس ان هو خسرك، حاسس ان هو ضاع من غيرك. بيج اوف كاب بتقولي ان الشخص ده كان نفسه قوي 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 يبتدي معاك بدايات جديده، كان نفسه قوي يبقى معاك بطريقه تانية او باسلوب تاني، ولكن الشخص ده كان نفسه في بدايات جديده معاك، كان نفسه في حاجه جديده معاك، كان نفسه قوي ان انتوا تكملوا مع بعض، لكن انت ما كنتش عاطي فرصه للشخص ده. والحقيقه ان انت كتير قوي صديته او كتير قوي عطيته فرص. يعني حد فيكم من حد فيكم هنا عطى فرص للتاني ازيد من اللازم، ازيد من المعتاد. فانت بالتالي هنا الشخص ده حاسس بخسارتك جدا، وحاسس بان هو فقدك، ولكن بيأمل ان هو يرجع لك تاني او يكلمك تاني. الشخص ده في بدايه فتح كلام او في بدايه انه يعرفك ان انا الشخص الجذاب بالنسبه لك، او الشخص اللي مش هيتعوض. انا الشخص هنا اللي انت عمرك ما هتعوضه، لا شكلا ولا اسلوبا ولا حتى في لو هو بيشتغل شغله معينه، حتى انت مش هتلاقي حد شبه عيلتي الاجتماعيه او مكانتي الاجتماعيه. فالشخص ده هنا بيتحداك بعد الفراق. الايس اوف كوين بتقول لي ان الشخص ده كان نفسه ان هو يفتح معاك كلام، او كان نفسه يفتح معاك بدايات جديده، لكن في صد منك. هنا في صد منك. عارف ان انت مشيت، وعارف ان انت خلاص خدت حياتك بعيد عني، ولكن انا فيا حته بقى ان انا عارف قيمتي كويس قوي، او عارف قيمتي قدام نفسي اولا قبل ما يكون قدام الناس التانية. الشخص ده حاسس بقيمته قوي 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 خلال الفتره دي، والحقيقه هو حاسس بخساره عاطفيه، حاسس بخساره عاطفيه في الوقت ده، وبيتمنى زي ما قلنا يبتدي معاك فتح كلام، او يبتدي معاك العلاقه ترجع من الاول، او زي ما بيقولوا كده انا عايز ارجع لحلاوه البدايات معاك. كمان الشخص اللي انت حطيته في بالك في الفيديو ده، هي اللي دخلت على الفيديو. الصراحه ان الشخص ده عارف ان انت عمرك ما هترجع له، وعارف ان انت عمرك ما هتسامحه، وعارف ان انت عمرك ما هتحاول ان انت حتى تكلمه او تفتح البلوك. في للبعض هنا بينهم بلوكات او بينهم مسافات، مسافات. الشخص ده كان لعبي معاك قوي 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 فوق يعني فوق الوصف. الشخص ده فعلا هنا في الفيديو بيقول لنا ان انا كنت لعبي قوي معاك. هو الحقيقه مش بيعتذر لك، لكن الشخص ده بيقول لك انت مش هتلاقي غيري. بيتحداك الشخص ده هنا في القرايه. والشخص ده كان بيتنطط كتير قوي عليك، وبيتنطط حتى بكلامه او بافعاله. وعلى فكره الشخص ده منان للبعض، منان بيحب يمن عليك كتير قوي، بيحب يقول لك انا جبت لك، انا سويت لك، انا عملت لك. الصراحه ان انا جذاب والف من يتمناني غيرك، ده اللي بيقولوا لك في الفيديو ده. الشخص ده للبعض مش للكل، للبعض بعد الخساره اللي هو خسرها دي، فحاسس بالتحرر، حاسس ياه ايه العلاقه اللي كانت كبتاني ده. كويس ان هو خد القرار ده. الشخص ده ما صدق ان انت سبته صراحه، او ما صدق ان انت يعني انتقلت لحياه تانية، او ان انت اتنقلت في مكان تاني. الشخص ده ما صدق، وخد راحته قوي، وحاسس ان هو بينطلق، وحاسس ان هو بيتنطط، وحاسس ان هو في دنيا تانية خالص. كمان الشخص ده عارف ان انت قرارك صعب جدا ان انت ترجع فيه، وصعب ان انت تحاول ان انت تكلمه تاني. لان زي ما قلنا ان للبعض الشخص ده عايز يكلمك، عايز يفتح معاك بدايات جديده، عايز يفتح معاك صفحه جديده. لكن انت عايز تبتدي بدايه عاطفيه جديده. هنا يلي دخلت على الفيديو، انت عايز تبتدي بدايه عاطفيه جديده مع حد تاني او مع حد جديد. ولكن للبعض هنا ممكن ان هو فعلا في سفر، او بيفكر ان هو يسافر، او بيفكر ان هو ينتقل في مكان جديد، او بيفكر ان هو ياخد بعضه ويمشي او ينهي القصه. والحقيقه ان القصه هنا قدامي منهيه، فايف اوف كاب، قصه منهيه. والله الشخص ده بيتمنى ان انت تغير قرارك، بيتمنى ان انت بس تديله وش،
بيتمنى ان انت يعني تديله اي حاجه، يعني الشخص ده انت ما سبتلوش اي حاجه ومشيت، حتى اي ذكرى اي كلمه، انت شكلك مسحت ال الرسائل اللي بينكو او الصور او ايا كان اللي بينك وبين الشخص ده ايه، انت مسحته او قررت ان انت تنساه، انت اللي قررت ان انت تنساه. و انتوا الاتنين جذابين على فكره، انتوا الاتنين جذابين، ولكن الشخص ده هو اللي جذب عنك صراحه، هو اللي طالع بطاقه الماجيشن. انت زهقت من غموض الشخص ده، والصراحه اكتر حاجه خلتك تمشي من العلاقه انه هو غامض وانه صامت وانه ما بيعترفلكش بالحب الكبير، او ما بيعترفلكش بالحب اللي تستاهله. الشخص ده عارف قيمته كويس، لكن انت ممكن تكون مش عارف قيمتك لنفسك. الشخص ده بيشوفك ان انت كمان انسان بتخبي عليه حاجات كتير قوي، وهو ما بيحبش الكلام ده، هو ما بيحبش الكلام ده. و... وكنت انسان روحاني قوي هو مش قده، وبتكتشف كذبه وبتكتشف نفاقه وبتكتشف الثغرات اللي هو كان بيسدها اللي بينك وبينه، الثغرات دي كانت كذب كلها. الشخص ده يا فندم كان بيكذب عليك كتير، كان بيكذب عليك كتير. هنا الفول بيقول لنا ان الشخص ده هو الكذاب، الشخص ده كان كذاب قوي وبيكذب كتير قوي، وكويس ان انت بصراحه مشيت من العلاقه دي. دي كانت القرايه اللي دخل على الفيديو ده، يا رب تكون القرايه دي عجبتكم، لو عجبتكم يا ريت تضغطوا لايك على الفيديو، واشوف فيديوهات تانية ان شاء الله على خير، سلام.